ناس كتير بتستغرب ازاي دور فيروس بسيط يقلب بالتهاب بكتيري او التهاب رئوي حاد ممكن يأثر على حياة الإنسان. خلينا اشرح لك الموضوع ببساطة. الموضوع بيتم بسلسلة أحداث هنفهمها مع بعض في الفيديو ده علشان نحمي نفسنا. أول حاجة، معظم الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي زي الإنفلونزا، الكورونا، الراينو فيروس، الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، كل الفيروسات دي بتؤثر على الجهاز التنفسي العلوي الأول، اللي هي زي الأنف والحنجرة، القصبة الهوائية، الكلام ده كله. بيبدأ الموضوع برشح بسيط، كحة بسيطة، ارتفاع درجة حرارة بسيط، والموضوع بياخد يوم يومين ويروح لوحده. لكن اللي بيحصل ويخلي الموضوع خطر إن يقلب بالتهاب بكتيري سنوي. وده بيحصل إزاي؟ إن معظم الفيروسات دي بتبدأ تهاجم حاجة اسمها الشعيرات اللي موجودة أو مبطنة للأنف والقصبة الهوائية والرئة، اللي وظيفة الشعيرات دي إن هي تطرد الميكروبات، تطرد الإفرازات، تخرجها خارج الجسم، وتمنع تكاثر أي بكتيريا. فاللي بيحصل إن الفيروس بيعطل الشعيرات دي، فإيه اللي بيحصل بقى؟ إن الإفرازات بتتراكم، بيحصل التهاب في جدار القصبة الهوائية، تبدأ يتكون وسط مثالي لنمو أي بكتيريا. وتيجي هنا بقى البكتيريا، وجهاز المناعة طبعا بقاله فترة شغال فبيكون مرهق، فتبدأ البكتيريا تعمل التهابات عنيفة جدا. تبدأ البكتيريا تكون إفرازات، الإفرازات دي تبدأ تنزل لحد ما توصل للأكياس الهوائية اللي موجودة في الرئة، والأكياس الهوائية اللي موجودة في الرئة مسؤولة عن تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون علشان تنظم عملية التنفس. فاللي بيحصل إن الأكسجين ما بيدخلش الجسم، فالمريض يبدأ يتخنق، مش قادر ياخد نفسه، ومن هنا بيروحوا بيه على المستشفى لبدء المضادات الحيوية، ويتحط على أي مصدر أكسجين لرفع مستوى الأكسجين في الدم عشان المريض ما يموتش. مين أخطر ناس معرضة للسيناريو اللي موجود ده؟ هم الأطفال أو صغار السن، وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة، سواء بقى مدخنين، سد رئوية مزمنة، عنده حساسية في الصدر، مريض كلى، مريض ضغط، مريض سكر، مريض قلب، مريض أورام ماشي على كيماوي أو إشعاع. كل الناس دي هي معرضة للسيناريو اللي بيحصل ده. عشان كده معظمهم هم اللي بيتحجزوا في المستشفيات، ومعظمهم بنفقد ناس منهم كتير. فربنا يحفظنا جميعا. نعمل ايه لما يحصل لنا دور البرد البسيط؟ تروح لدكتور امراض صدر، يبدا معاك ادويه بسيطه وتتابع معاه. لو الموضوع قلب بكحه شديده، بلغم اخضر او اصفر، ارتفاع درجه حراره ما بتنزلش، كل الحاجات دي اول ما تبدا معاك ترجع له تاني فورا عشان يبدا مضادات حيويه مناسبه ليك، بحيث ان الموضوع ما يتطورش ولا قدر الله توصل انك تتحجز في مستشفى تاثر على حياتك. ربنا يحفظنا جميعا وربنا يعدينا من على خير.